مشاهدينا الكرام، مجدد التحية، مستمرين معاكم. وفي بداية حلقتنا النهاردة من بلاد طيبة هنشوف بشكل ما بين الحاضر وما بين الماضي ازاي مصر بتتعامل مع الأحداث سواء كانت خارجية أو داخلية. وغالبا ان مصر بتكون يعني في كل الأحداث لازم تكون مشاركة، سواء كانت هي مشاركة بالفعل أم المحيطين والعالم الخارجي مشارك. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده تفاعلا مع الاحداث الجاريه وفكره يعني زياده الاسعار وحدوث تضخم في المستقبل ومشكله اقتصاديه بدات في الخارج ومنتظرين تاثيرها على مصر. حبينا نرجع للتاريخ فلقينا ان مصر عندها تنظيمات اقتصاديه ومؤسسات اقتصاديه منذ عصر مبكر، ووقفنا عند الغرف التجاريه لانها تنظيم متكامل وتنظيم مصري، وبدأ في الإسكندرية بالأجانب وزي مؤسسات اقتصادية كتيرة، ولكن ثم بعد ذلك مرت بمراحل كثيرة جدا. هنشوف تفاصيل كثيرة مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، والجميل إنها تكون هذه التفاصيل مش بس مجرد كلام، لا هي تفاصيل موثقة بالوثائق. أعتقد صاحبها قضى كثير من الوقت، ساعات كثيرة جدا داخل دار الوثائق والكتب. هنحاول النهاردة نمر على هذه التجربة وازاي نستفيد منها، وازاي الشكل المؤسسي تغير، وكمان هنقرأ معاكم الشكل الاقتصادي والسياسي ما بين الثلاثينات وما بين 2020، تقريبا 100 سنة. برحب بضيفنا اللي مشرفنا دكتور مصطفى يونس أحمد، الباحث في التاريخ الاقتصادي والسياسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك ومساء الخير على المشاهدين جميعا. مساء النور. خلينا يا دكتور احنا النهارده نتكلم على تاريخ الغرف التجاريه ودوره في الاقتصاد، ولكن خلينا نقرا الاقتصاد او الشكل الاقتصادي او الحاله السياسيه في هذا التوقيت. احنا كان عندنا مؤسسات، عندنا بنوك، عندنا مكاتب سمسره او سماسره، وعندنا بورصه، فعندنا حياه متكامله. امتى اضطرينا او امتى احتاجنا الغرف التجاريه؟ يعني جميل جدا ان حضرتك بدأتي بامتى احتاجنا الغرف التجارية. الأوضاع كالآتي: الغرف التجارية في العالم نشأت في أوائل القرن ال17 تحديدا في مارسيليا بفرنسا. معروف ان مارسيليا تاني أكبر المدن الفرنسية بعد باريس، ومن حيث السكان تعد هي الأكبر. مارسيليا تزعزعت التجارة فيها بسبب الحروب الدينية في 1650، يعني في أواسط القرن ال17. التجار اجتمعوا في الوقت ده عشان يصلحوا شؤونهم. اجتمعوا في دار أو في غرفة كبيرة سموها الغرفة التجارية. من هنا جت التسمية من أواسط القرن ال16 على أي تجمعات أو تنظيمات مشابهة لهذا التنظيم لإصلاح شؤونهم. اجتمعوا في مكان أو غرفة كبيرة سميت الغرفة التجارية تشامبر دي كوميرس. على هذا الأساس بدأت الغرف التجارية في العالم. أصبحنا لقينا بقى في 1800 زي ما حضرتك ذكرتي، 1860 بدأت الجاليات الأجنبية في مصر تنتشر بعد تجربة محمد علي. أنشأت هذه الجاليات على غرار البلاد اللي هي جاية منها. عندنا جالية يونانية، جالية فرنسية، إنجليزية. أنشأت غرف تجارية تخدم مصالح بلادها. سميت الغرفة التجارية اليونانية في الإسكندرية، الغرفة التجارية البلجيكية، الإنجليزية، الهولندية، وهكذا. ده كان قبل بيوت المال؟ فندم، فكرة بيوت المال هي أشبه بالبنوك عنها من الغرف التجارية. ايه الفرق يا دكتور؟ يعني احنا بنتكلم برضو الناس، خلينا نبسط الأمور. بيت المال شبيه بالبنك. أنا أقدر أقترض منه وأرجع له الاقتراض بتاعي بوسيلة أو بأخرى أو بشكل من أشكال التعامل. لكن الغرف التجارية منظمة في الأساس بتخدم مصلحة التجار. بمعنى الغرف أولا كان عندنا نظام احنا في الدولة العثمانية اسمه نظام الشهبندر، شهبندر التجار أو سر التجار. سر التجار ده كانت مهمته شرفية. بيته هو ندوة التجار، بيتكلموا فيه عن مشاكلهم، وهو بيبقى وسيط بينهم وبين الحكومة زي شيخ الطائفة كده في الطوائف الصناعية أو في طوائف الحرف. تمام. سر التجار ده التطور بتاعه هو الغرف التجارية. لأن احنا كان عندنا أول رئيس للغرفة التجارية المصرية في 1913
وهو عبد الخالق مدكور باشا، كان عمه حسن مدكور باشا وسر تجار القاهرة. تاني رئيس وهو عبد القادر الجمال باشا، كان أيضا أنعم عليه الملك بلقب شهبندر التجار أو سر تجار القاهرة. غرفة الإسكندرية النهاردة احنا داخلين على 2022، 100 سنة بالظبط في أبريل اللي جاي. إن شاء الله. ويعني التحية لحضرتك ولمعد البرنامج إن هم يعني احنا 100 سنة غرفة الإسكندرية قائمة. دي ذكرى عظيمة يعني إن احنا نتكلم في الموضوع طبعا. في الوقت ده. خلينا يا دكتور نوضح للناس، احنا دايما بنتكلم خاصة في بيوت المال أو البنوك أو البورصة أو الغرف التجارية على كبار التجار وكبار المرابين أو كبار المستثمرين إذا جاز التعبير، يعني بتعبيرنا الآن، والفرق كبير طبعا، اللي هم كانوا أجانب معظمهم. شكل التجارة في مصر، يعني شكل التجارة بقى الحاج سيد والحاج إبراهيم، التجار اللي هم العاديين في المدن، خاصة إن اسكندرية محور رئيسي لغرب الدلتا، والقاهرة محور لعدد كبير، واعتقد ان احنا كان عندنا يعني روافد في باقي المحافظات هنتعرف عليها بعد كده من حضرتك. عظيم جدا. لو بصينا على المجتمع بتاعنا في أوائل القرن العشرين هنلاقي 92% من رأس المال المستثمر في مصر هو رأس مال أجنبي. وبالتالي التاجر الأجنبي هو المتحكم. يمكن الحرب العالمية الأولى ومع انقطاع الوارد من أوروبا وتوقف بعض التجارة طبعا بسبب إغلاق البحار والحاجات ديت في جو الحرب، بدأ التاجر المصري أو بدأت التجارة المصرية تنتعش في الفترة دي. والحكومة بعد كده عملت حاجة في سنة 30 اسمها التعريفة الجمركية. طيب اتفضل كمل النقطة دي ونرجع لها تاني. التعريفة الجمركية أنا بكلم حضرتك، احنا عاوزين نشوف التاجر بتاعنا احنا المصري كان فين في الوقت ده بالظبط. تمام. انت حضرتك قلت جملة لا تمر مرور الكرام. اتفضلي يا فندم. العالم في أزمة، ده تقريبا 1914. القطن المصري تأثر فظيع، والبورصة وقعت وأغلقت تقريبا، وده كان يعني دخل عظيم يعني للمزارع وللتاجر ولفئة كبيرة، قطاع كبير في المجتمع المصري. ولكن حضرتك قلت التجارة انتعشت، يعني بره في غلو وفي مصر هنا التجارة انتعشت، كانت لصالح التاجر ولا لصالح المجتمع ككل؟ كانت لصالح التجارة. الانتعاش الاقتصادي بيعود على المجتمع ككل بشكل أو بآخر، لكن هي كانت في صالح فئة التجار اللي هم كانوا في الأسفل. التاجر الأجنبي في الوقت ده هو الطافي على السطح. بما ان انقطع الوارد من اوروبا، انت عارفه احنا كنا بنستورد حاجه، انقطع الوارد من اوروبا، اصبح عندي قيمه للمنتج المحلي. هل ممكن ان احنا نطبق ده حاليا؟ يعني احنا منتظرين غزو ارتفاع اسعار من الخارج. تمام. هل لو احنا تعاملنا بنفس القياس مع فارق الظروف الاقتصاديه، هل ممكن ان احنا نستطيع؟ طبعا احنا دلوقتي كمان عندنا ادوات الانتاج اسرع، يعني كل الادوات اللي احنا ممكن نستعيد بيها من الاستيراد الخارجي، هل ممكن تطبيق هذه التجربه؟ ممكن طبعا بالتاكيد. حضرتك قول لنا ايه اللي حصل بالظبط، يعني وقفوا الاستيراد، المنتجات اللي كانت بتنتج سابقا اعادوا انتاجها. هو تعد الحرب العالميه الاولى من الموانع الطبيعيه. يعني هو مش وقفت الانتاج عشان كانت الحكومه ليها دور وعايزه توقف الانتاج وتشجع المنتج المحلي، او سبب الحرب العالميه الاولى انقطع النقل، كان كله بحري قبل الطيران وقبل الحاجات دي، كان وحصلت زي كورونا برضو يعني وقفت النقل. الكورونا تعتبر مانع طبيعي ينعش السوق الداخلي وينعش المنتج المحلي، وتعتمد الدولة على إنتاجها ودخلها وعلى أسواقها. من هنا كانت الحرب العالمية الأولى مانع طبيعي أدى لانتعاش المنتج المحلي، وأدى لظهور طبقة من صغار التجار أصبحت من متوسط التجار. لسه عايزين زقة تاني اللي هي جت فيما بعد بقى مع التعريفة الجمركية. ده كان أول تدخل من الحكومة في إدارة الاقتصاد. قبل كده ما كانش فيه جمارك، ما كانش فيه تدخل، كانوا مسمينها المرحلة الحرة. ما كانش فيه تدخل، وطبعا احنا كان عندنا الامتيازات الأجنبية كانت بتمنع مصر من سن تشريعات كتير. فلما تدخلت الدولة لحماية اقتصادها بفرض التعريفة الجمركية، وكان في الوقت ده برضه مانع طبيعي وهو الكساد العالمي اللي أصاب طبعا البورصة الأمريكية في نيويورك وأدى لانهيار البورصة ديت. فالكساد العالمي ده
من الموانع الطبيعية. ارتبط بعده إرادة الحكومة المصرية في الوقت ده إن هي تفرض تعريفة الجمركية على الوارد من الخارج، بحيث إن هي تشجع به المنتج المحلي. الأمور بدأت تتيسر لدى طبقة من التجار، برضو أصبحت يعني ارتفع مستواها شوية. هل حدث تسهيلات للتجار أو دعم للمنتج المحلي في ذلك التوقيت؟ التعريفة الجمركية بتفرض على المنتج اللي جاي من الخارج. تمام. هي لها شقين. لما بفرض تعريفة على المنتج أو المادة الخام اللي جاية من الخارج، بتغلى أصلا عندي أنا لما بصنع. تمام. لكن كان فيه منافسة في الوقت ده يابانية. احنا كان طبعا بنعتمد على الاقتصاد الانجليزي، وحتى الجنيه بتاعنا كان مرتبط بالجنيه الانجليزي استرليني. حصل في الثلاثينات بعد فرض التعريفة الجمركية غزا السوق المصري منتجات يابانية، منسوجات وأقمشة. وكان طبعا في تدخلات سياسية للحيلولة دون ان التجربة اليابانية تنجح وحاجات زي كده. كان في صراعات سياسية، وكان عندنا طبقة من التجار بسميها المتعاونة مع الاحتلال. يعني عشان ما نشككش في وطنية حد، بس هي كانت كل أزمة مستفيدين متعاونة مع الاحتلال. الطبقة دي يمكن هي اللي بعد كده قوضت تجربة بنك مصر واستغلت أزمته في سنة 39. بنسموها تجار الحرب؟ بنسميها المستفيدين من الأزمة أو صورات الأزمة، اللي هم الأزمة بتنعشهم هم، أو بيحسنوا استغلال الأزمات دي. ده كان الفترة ما بين يعني لحد سنة كام تقريبا يا دكتور؟ احنا ماشيين في الخط كده لغاية بداية الحرب العالمية الثانية. وانا بسمع من حضرتك او بقرأ دايما اقارن، بحس ان التاريخ سواء كان اقتصادي او سياسي او حتى دبلوماسي او حربي بيعاد بشكل اخر، كأنه بيعاد بالسنتي. تدخلات، أزمة، ارتفاع أسعار، تعريفة جمركية، حتى أزمة البورصة الأمريكية اللي دايما يعني بتجر وراها كل البورصات العالمية الأخرى. في هذا التوقيت لو احنا بنقرأ اقتصاد بقى، يعني أنا هخرج بيك شوية عن التاريخ، فضل. ولكن عارفة مدام حضرتك يعني كتبت في الاقتصاد، أكيد درست اقتصاد. كيف ترى التصور التاريخي للقادم؟ يعني بصفتك خلاص ما بين الكتب والأوراق شايف ان هو ماشيين بالترتيب، ماشيين في تدرج طبيعي جدا. حضرتك تقصدي على المستوى العالمي ولا على مستوانا احنا بنتاثر، ما احنا متفقين ان احنا دايما عندنا في رد فعل يعني اذا جاز التعبير، اذا في سهم نزل في امريكا بعد ممكن 6 شهور. العالم بقى طبعا قريه صغيره، وفي اتفاقيه الجات وفي حاجات كتيره بتحكم العمليه الاقتصاديه النهارده. ولكن اذا توفرت ظروف سياسية، الدولة لازم يكون لها يد في الاقتصاد. إذا كنا بنقرأ زمان دايما أن محمد علي أدخل الجديد من البذور والتقول، شق الترع وحفر، بس احنا الحمد لله عندنا يعني نهضة بنية تحتية ممتازة وحياة كريمة كمان في الريف شغالة النهاردة ما شاء الله كويس. وفكرة تبطين الترع هتوفر كتير في المية. فهو ده اللي أنا عايز أقوله لحضرتك بالظبط. إذا توفر مقدار من الظروف يهيئ نمو للاقتصاد في أي وقت، أنا مش مع فكرة إن التاريخ بيعيد نفسه اللي حضرتك بتقولي يعني شبه إنه بيتعاد بالسنتي. يعني إحنا مش مع الفكرة دي قوي، لأن الفكرة دي هتحطنا يعني إيه في مكان ضيق. لا ما إحنا نهرب منها بقى، يعني نهرب منها. إذا كنا بنتكلم من 100 سنة حصل مانع خارجي كان الحرب، بعد 100 سنة تقريبا حصل مانع خارجي أزمة كورونا، ومع ذلك يوميا بالظبط كان في 1922 التقارير اللي جايه من بره بتقول ان مصر من انجح الدول في مواجهه أزمة الحمد لله. كورونا. كان في كمان من كام سنة في 2008 تقريبا حصل برضو انهيار في البورصة الأمريكية أو حاجة زي كده، البورصة العقارية 2008 وأزمة كساد. وكنا بنقول والخليج اتأثرت بها تأثر كبير جدا لأن هم كل واحنا الأسعار عندنا عليت في العقارات، بس برضو كانت متيسرة عندنا لأن احنا عندنا اقتصاد بنكي، وفي عندنا جزء كبير قوي من الاقتصاد غير منظور. اقتصادنا المصري قائم دايما على هذا الشكل من الاقتصاد. مثلا امريكا النهارده كل شغلها شغل بنكي، مفيش حد بيدفع للبقال فلوس باليد. تمام كده. في كل اغلب دول العالم بقت بتشتغل بالشكل ده. احنا الحمد لله ما زالت عندنا الحاجات ديت. لما بتحصل هزات اقتصاديه كبيره
ما بنتأثرش بيها، او صحيح بيحصل ارتفاع في الاسعار والكلام دوت، لكن ما بنتأثرش بيها التأثر الجامد اللي هو بيتأثر بيه دول اخرى. وقت التجارة في الثلاثينات اللي بتتكلم فيها الغرفة التجارية خلاص انشأت، شكل التنظيمات اللي كانت في داخلها، مين اللي انتسب إليها في هذا التوقيت؟ هل سمح للمصريين ولا لا؟ لا طبعا، دي هي كانت معمولة للمصريين. احنا بدأنا تمام الأول كده. بغرف أجانب. غرف أجنبية. أنت عارف حضرتك طبعا النهضة اللي كانت حاصلة، واللي هي الحركة الوطنية في بداية القرن العشرين. طبعا كان عندنا الجامعة الأهلية في 1908 والنادي الأهلي في 1908 أيضا. ليه جامعة أهلية ونادي أهلي؟ يعني تمييزا له عن النوادي المختلطة أو النوادي اللي فيها أجانب كتير. بالتالي أصبحت الغرفة التجارية المصرية وبنك مصر أيضا دول تجربتين مصريتين ناضجتين في ذلك الوقت. غرفة تجارية مصرية جت عشان إحلال التاجر المصري المكانة اللائقة به، وتقضي على السوق، لأن زي ما قلت على احتقار السوق. لا تقضي على المشاكل، فوضى السوق اللي موجودة، وتبقى في مواجهة التاجر الأجنبي. كانت متعددة زي دلوقتي، يعني احنا عندنا الغرفة التجارية دلوقتي طبعا. عدد كبير. في ذلك التوقيت عند إنشائها برضو كانت متخصصة ولا أقسام احنا كان وفروع؟ عندنا سنة 19 7 غرف في طنطا وفي زفتة وفي الفيوم وفي بني سويف وفي القاهرة وفي المنصورة. سنة 26 كان عندنا حوالي 23 غرفة تجارية. كان التعامل ازاي؟ وكل ده بشكل غير رسمي. كانت لسه ما فيش قوانين. لسه ما فيش قوانين. هو ده اجتهاد التجار. اجتهاد التجار. نقدر نقول عليها كان شبه نقابة في هذا التوقيت مثلا؟ هي أشبه بالعمل النقابي، ولكن القانون في ذلك الوقت لسيطرة برضو رأس المال كان بيمنع تكوين النقابات. تمام كده. حتى النقابات عندنا في مصر، مع ان مصر في دايما في كل حاجة من اوائل الدول، يعني البورصة المصرية في سنة 1903 كانت رقم 5 عالميا، في الثلاثينات كانت رقم 4 عالميا. النقابات، ودي شيء مهم جدا، اتأخرت عندنا شوية. ليه بقى؟ لان الناس اللي هم كبار الملاك او اللي هم قائمين على الغرف التجارية وقائمين معاهم الزراعة كلها، او كبار ملاك الاراضي الزراعية، الاقطاعيين. يعني مش ما نقدرش في مصر نقول اقطاعيين بالشكل اللي كان في اوروبا. هو مش اقطاعيين، هو كبار ملاك. تمام. كبار الملاك دول كانوا مسيطرين على كل حاجة. تمام كده. وبالتالي انا عشان اعمل نقابة، اللي في المصنع ده في النقابة هيطالبني بحاجات كتير، انا ما عملوش نقابة. عشان كده تأخر ظهور النقابات. صوته ما يعلاش. تأخر ظهور النقابات في مصر بسبب سيطرة كبار الملاك على الاقتصاد والسياسة. شكل المنتسبين للتجار يعني كانت ازاي بتنظم؟ هل كانوا بيدفعوا رسوم؟ يعني هل بتفرض عليهم تسعيرة؟ شكل التجارة في هذا التوقيت. القانون بيقول ايه؟ مين يبقى عضو الغرف التجارية المصرية او عضو الجمعية العمومية؟ طبعا في عضو الجمعية العمومية، في عضو مجلس الإدارة. عضو الجمعية العمومية كل تاجر مصري. اولا في ملمح مهم جدا، ان القانون لحد سنة 50 قال كل تاجر مصري من الذكور. ما كانش في سيدات. ما فيش، مع ان كان في تجار ومعروفين بالاسم تاجرات سيدات. بالظبط. فاحنا بنتكلم عن شكل مجتمعنا كان ازاي. كل تاجر مصري من الذكور. ما كانش فيه انتساب للسيدات. ما كانش فيه انتساب للسيدات. مع ان يعني انا وجدت في دار الوثائق المصرية ان في 1868 كان في سيدات في الصعيد بتعمل في درب الرز وفي الدلتا. وفي الثلاثينات وفي الاربعينات. فيعني مبكر جدا. النهارده انا عشان ابقى عضو جمعيه عموميه بيبقى عندي محل وبسجله في السجل التجاري. تمام كده. وبدفع رسوم الغرفه التجاريه. هما كانوا بيلجأوا تسجيله. هل فيما يمنع ان سيده تمتلك محل؟ ده حتى في افلامنا القديمه انور وجدي والافلام الثلاثينات والاربعينات كان في سيدات فاتحه محلات وفاتحه كازينوهات وفاتحه حاجات كتيره جدا. ما هو برضو الكازينو هو عمليه تجاريه، بيخش برضو في السجل التجاري والغرف التجاريه. كانوا بيتهربوا ازاي بقى على النقطه دي او بيتغلبوا عليها ازاي؟ ما هو بقى ايه، اولا بتطلع رخصه باسم راجل؟ لا، يعني فكره التسجيل نفسها. الغرف التجاريه سنه 33 القانون رقم 14 اول قانون رسمي للغرف التجاريه بيقول كل تاجر مصري من الذكور. حلو كده.
لكن في شكوى في سنة 36 ومستمرة لغاية سنة 39 إن مفيش إقبال على التسجيل في الغرف التجارية ولا على دفع العضوية. تمام. وبالتالي هم مش بيتهربوا، هم ما بيجوش يدفعوا أساسا، تمام. ما بيخشوش في الموضوع من الأساس. مش تمام حاسين كده؟ باهميتها. جاء بعد كده قانون رقم 30 لسنة 40 اللي هو بيعدل القانون رقم القانون الأولاني رقم 14 للغرف التجارية. بعديه ب7 سنوات اهو قال إن كل تاجر مصري مقيد في السجل التجاري. برضه ما حسمش الموقف، ما وضحش. ما هو مش كل تاجر بيروح يتقيد في السجل التجاري. احنا لغاية النهاردة، وده ملمح مهم جدا برضه لازم الحكومة تراعيه، لغايه النهارده في محلات في الارياف ما طبعا بتقيدش في السجل التجاري. وورش تحت بير السلم اعتقد اذا اتيحت لها الفرصه هتنعش الاقتصاد اكثر من وهتعاد عليا في مسائل تانية. يعني دي مساله مهمه. هل في هذا التوقيت كان الغرفه التجاريه كانت مسمى فقط، ما كانتش بتقدم خدمه حقيقيه؟ لا يا فندم، مين قال كده؟ احنا عايزين نفرق بس بين طبعا المسيطرين على الغرف التجارية كبار الملاك وبيشتغلوا لمصلحتهم الخاصة. هم تغلغلوا في أضلاع الدولة كلها. زي ايه حضرتك؟ تدينا مثال للتجارة. في السلطة التنفيذية كان فيهم وزراء نفس اللي ماسكين، يعني يوسف قطاوي رئيس الغرفة التجارية المصرية في بعد قانون سنة 33 ده كان وزير مالية في أول وزارة سنة 24. بس قطاوي باشا يعني حالة خاصة يعني في أدائه، لأنه كان له أعمال كثيرة جدا. تمام. يعني كان بيبني سكك حديد، كان بيمد سكك حديد، كان له أيادي بيضاء. ده جميل يا فندم. وعلي أمين يحيى في اسكندرية صاحب نادي الاتحاد السكندري لسه موجود لغاية النهاردة. وأمين يحيى باشا، يعني مش كل رأس مالين كانوا وحشين. ما هو ده اللي أنا عايز أقوله لحضرتك. هو صحيح بيعمل لمصلحته الخاصة، بس في النهاية عاد على المجتمع المصري في مصانع وشركات شغلت ناس ويسرت برضو للاقتصاد المصري تيسيرات كويسة ودخلت عملة صعبة وعمل حركة إنعاش في الاستيراد والتصدير. أضرب لحضرتك مثال. اتفضل. الناس كتيرة بتقول لمحمد علي كان بيعمل طموح شخصي. محمد علي عمل القناطر الخيرية. هل محمد علي لما مات خد القناطر الخيرية معاه في القبر ولا فضلت القناطر الخيرية عندنا؟ طبعا موجودة معانا بتخدمها الى فبالتالي برضه هم الاقتصاديين رغم ان هم يعني ما فيش يعني كل المؤرخين متفقين ان هم كانوا بيعملوا مصلحتهم الشخصيه. انا اقصد ان كان هناك منهم وطنيين، يعني كان هناك منهم يعني من هو يعني جائر، وكان منهم من هو يعني حيادي، وكان منهم من هو بين البنين يعني بيفيد ويستفيد. خلينا نقول في اللي بين البنين ده مظبوط، يعني كلام حضرتك مظبوط. ودول اللي عملوا يعني يعتبر محمد طلعت حرب من اللي بين البنين دول. خد بال حضرتك؟ يعني انا بعمل بنك هيدر عليا دخل انا والقطاع اللي زيي في المجتمع، ولكن في النهاية عاد على المصريين بفايدة كبيرة. وطبعا عمل بقى دخل في صناعة السينما ودخل في صناعة الغزل والنسيج، أكبر صناعة في هماشين. فضروري إن الكبار كانوا والسينما المصرية عملت الكلام ده كله. أعتقد إن يعني في هذا التوقيت اللي كان عايز يفتح محل كان لازم ياخد إذن من كبير السوق ولا من الغرفة التجارية في ذلك الوقت؟ هو الغرف التجارية كانت بتشرف على إنشاء الأسواق، وده برضو من ضمن تدخلها في الاقتصاد. يعني سوق رود الفرج مثلا كان من أشهر الأسواق. أنا كنت لسه أسألك على الأسواق الكبيرة، هل كان لهم علاقة بيه؟ طبعا. الغرف التجارية القانون اداها الإشراف على الأسواق بل وإنشاء أسواق. يعني لو هي شافت غرفة مثلا كفر الشيخ، شافت إن كفر الشيخ محتاجة لسوق معين، بتتكلم مع بلديه كفر الشيخ. ساعتها طبعا كان في بلديات مش محافظه او اللي هي بديله المحافظه. اللي بتتكلم مع البلديه ايجاد مكان، وممكن هم كمان يوجدوا المكان، لكن هي ما بتخشش في التعاملات، هي مساله تنظيميه. اوكي يعني لا بتضارب، يعني هي مش طرف، هي مش طرف، ولكن اعتقد اللي بيتدخل هم، انت حضرتك يعني المعلومه ان هم اللي بيشرفوا عليها مستفيدين هم الاخرين. يعني احيانا كبار تجار، منهم تجار منهم طبيعي تجار، منهم تجار، ولكن
كان برضه القانون ما سابش حاجة، يعني زي ما بيقولوا كانوا أحيانا يعني إيه اللي ليه مصلحة ما بيخشش ما يبقاش ليه رأي في الموضوع ده. احنا خلينا نبص بقى يعني بذكرنا للسينما. زملائنا في الاستوديو بيعرضوا ده ميدان المنشية، ده مبنى البورصة القديم. طبعا اللي ألقى منه الرئيس عبد الناصر خطاب التأميم. وللأسف يعني هذه لقطات الحمد لله ان احنا احتفظنا بيها، يعني المبنى المبنى ذهب في خبر كان. مبنى البورصة ده اعتقد ان هو شهد تطورات كثيرة ده من يا الستينات دكتور. في القرن من الستينات في القرن هو ده المبنى البورصة المالية، لان في بورصة اخرى في ميناء البصل هي بورصة القطن. احنا بنفرق بين بورصة الاوراق المالية وبورصة البضائع. كان في بورصة للبضائع وفي بورصة للعقود الآجلة على القطن، وفي حاجات كتير، يعني في كام نوع من البورصة ما كانتش بمعناها الحالي اللي هو تداول اوراق مالية فقط. هل كلهم كان مقرهم واحد ولا كانت لهم مقر مختلف؟ المقرات اختلفت يا فندم لسبب ان هو المسألة ما كانتش بشكل رسمي. يعني ما كانش فيه قانون، اي قانون بينظم المقر، ان مقر مثلا مجلس الوزراء في مصر يبقى في العاصمة في القاهرة. لكن عشان ما كانش فيه قوانين فالمقرات كانت بتختلف. ولكن طبعا ده هذا الميدان الشهير ميدان المنشية. ميدان المنشية الميدان واسع، يعني انا عايز برضو اقول لك عشان يعني المشاهد هي طبعا تغير معالمه الآن، يعني مش معنى ان الرئيس عبد الناصر خطب منه هو ما كانش ليه دلالة اقتصادية، هي الفكرة كلها ان ده ميدان واسع. يعني ده ميدان واسع يستوعب عدد كبير، وطبعا خطابات الرئيس عبد الناصر كانت جماهيرية وكان بيحضرها عدد كبير جدا. طيب اعتقد ان الحياة الاقتصادية في الثلاثينات يعني من الثلاثينات كانت يعني متحركة سريعا. قوانين البورصة طلعت مرة تانية، فأعتقد فترة فعلا البورصة وقفت وبعدين فيها حراك اقتصادي تغير تقريبا سنة 24. يعني القوانين بدأت تتغير واللوائح بدأت تتغير، أثر ده على السوق. هنشوف كيفية التأثير، ولكن هنقف مع فاصل ونرجع مرة تانية مستمرين معاكم في بلاد طيبة، نشوف شكل التجارة كان ازاي في الثلاثينات ونقارنه بالقرن ال21. اللي ما عاشوش الفترة دي بين القصرين بيقعدوا مبلمين ومركزين قوي قد ايه الابداع لما تمتزج السياسة بالاقتصاد بالفن بأداء الممثلين اللي يعني حسسنا ان هم فعلا ان هم دول اللي كانوا عايشين الفترة دي. بجد الترحيب بحضرتك. بتحس بايه وانت بتشوف المشاهد المتكررة؟ اعتقد ان احنا يعني لما بتقراها في التاريخ لازم تبتسم ان يعني دول شبه دول جدا. تمام. دكتور، اصعب المشاكل او اهم الوثائق وانت يعني بتدرس وجدتها او اغربها متعلقة بالغرفة التجارية؟ شوف اقول لحضرتك على حاجة من الحاجات اللي هي المهمة قوي، ان الغرف التجارية في الاربعينات نادت بتقديم دعم نقدي. دعم نقدي اللي بصي احنا بدأنا نطبقه فين؟ بعد ثورة 30 يوليو. دعم نقدي لمين؟ دعم نقدي، يعني احنا كان دايما عندنا السلع التموينية انت دعم نقدي للمواطنين اللي محتاجين دعم، ضمان وصول الدعم للمستحقين. يعني حضرتك عايز تقولي ان في الاربعينات الغرفة التجارية فكروا في الموضوع ده، هي اللي طلبت بالتمويل بعد كده، وكتبوا للمختصين من الحكومة عن الموضوع ده. احنا عايزين الدعم اللي بيوصل للمواطنين يكون دعم نقدي، مش دعم ما ادلوش كسوة الشتاء وكسوة الصيف، ما ادلوش كذا ما ادلوش كذا، مع انهم كانوا هم مستفيدين من هذا. مستفيدين بس انا بس بقول لحضرتك ان هم كانوا شوفي سابقين ازاي. طبعا احنا شوفي بقى خدنا الفترة دي كلها بدأنا نفكر بعد 30 يونيو في اللي هو قصة التموين، ان احنا ندي الدعم بدل ما انت بتاخد سلع تموينية بتاخد ليك 50 جنيه وبتاخد بقى بمقدارهم السلع التموينية. بمناسبة التموين، حضرتك لقيت أي وثائق بتدل على بداية نشأته وكان شكله إيه؟ لأن كان زمان كنا نسمع عن البيجامة الكاستور اللي بتتورد على البطاقة، كان شكله إيه في هذا التوقيت؟ بص يا فندم، هو في مصر دايما ماشي الموضوع بالشكل ده من أيام محمد علي في يعني كدولة حديثة. الدولة دائما بيبقى عندها حماية لمحدود الدخل، بتتفاوت بقى من سياسة لأخرى ومن نظام سياسي لآخر. ممكن
يعني في عهد عبد الناصر مثلا كان بينحاز لمحدود الدخل. في عهود سابقة عليه كان في ظلم المحدود الدخل، بس برضه يعني بس برضه في دعم. في دعم. بس مش بنفس الشكل. القضية الاجتماعية شكلها ايه مختلفة من مرحلة لأخرى، لكن الدعم موجود دايما في مصر يعني. دعم السلع كان موجود، يعني احنا عارفين ان احنا دلوقتي ما نقدرش نرفع دعم القمح. شكل الدعم كان في هذا التوقيت على بعض السلع. هو بصي حضرتك، يعني كانت مهمة وزارة التموين توفير احتياطي من السلع لفترات قادمة، واخده بال حضرتك؟ فكانت احيانا بتحصل موانع طبيعية زي الحرب مثلا. مع الحرب العالمية الثانية، والحرب اصلا كانت القوات متمركزة عندنا هنا في مصر في الصحراء الغربية، قوات انجليزية وقوات المانية وحاجات زي كده. احنا ميدان للحرب، بس ملناش طرف فيها، لكن ميدان للحرب. صحيح. الجنود الانجليز دول او الجنود ايا كان جنسيتهم، ما فيش وارد جاي لهم من اوروبا من بلادهم، فبياخدوا من قوتنا احنا، من شغلنا احنا. وكان في مركز اسمه مركز تموين الشرق الاوسط عملته بريطانيا، بتسحب من المخزون المصري او من السلع المصريه عشان تودي للجنود بتاعتها. عشان كده لما نشوف برضو في الوقت ده لازم يحصل غلاء، ولازم تخش قضايا احتكاريه، وقضايا التجار الاحتكاريين، واختفاء السكر يعني كنا بنسمع عنه. ولازم بقى الانتهازيين يظهروا في وقت زي ده، والرأسمالية المتعاونة مع الاحتلال تظهر في الوقت اللي زي ده. هسأل حضرتك سؤال، يعني هو مش عنصري، ولكن هو التاريخ دايما تجار اليهود، وكان لهم دور قوي في هذا يعني التوقيت، ودور اقوى لان قطاوي باشا نفسه كان يعني من المصريين اليهود في ذلك التوقيت. كان دورهم ايه؟ لا، ده كان دورهم قوي جدا في التاريخ في الفترة دي بالذات يعني. وعلاقته كمان بالغرفة التجارية في اوائل القرن. انا عايز اقول لحضرتك ان في قضية مرفوعة مثلا على سبيل المثال، مرفوعة على قطاوي باشا في ميدان الفلكي هنا، زي حضرتك عارفه الغرفه القاهره واتحاد الغرف التجاريه. في قضيه مرفوعه على قطاوي باشا، هو كان اصيب تقريبا سنه 38، هو كان رئيس الغرفه التجاريه المصريه غرفه القاهره، فاصيب بشلل. تمام كده. رفعت ضده قضيه ان في مواجهه المبنى بتاع الغرف التجاريه في الفلكي ده، العماره او المبنى اللي بيبنيه قطاوي باشا لنفسه، وان قطاوي باشا بياخد من فلوس الغرفه يبني المبنى بتاعه. وهل اتحكم فيها؟ واخد بال حضرتك؟ في هذا التوقيت انت عارفه بقى قضايا اليهود فيها شويه حساسيات وحاجات زي كده. انا انقطع عندي الوثائق بعد كده يعني، بعد رفع القضيه دي حاولت ادور ما لقيتش، يعني ما لقيتش حاجه. هو من الشخصيات لغز كبير، لغز كبير وقصه مش قطاوي بس، ده اسرته كلها كانت بتشتغل في التجاره، وكانوا اقطاب كبار من اقطاب التجاره، وكان ليه ارتباطات خارجيه كتيره وحاجات زي كده. اهم السلع اللي كانت نقول دي الغرفه الملك بتاع الغرف التجاريه. بالنسبه للسلع، الغرف كانت بتنظم معارض بتعرض فيها سلع اللي هي المنتجات المصرية. حتى معرض المصنوعات المصرية كان موجود لحد قريب، بيتعمل هنا في مصر بشكل دوري كل سنة. صحيح. يعني حضرتك كاتب كثير من التفاصيل على علاقة الجنيه المصري في ذلك التوقيت بالعملة، وخاصة ان هو كان مرتبط بالجنيه الاسترليني وقاعدة الذهب اللي اتغيرت فيما بعد. دايما بنسمع ان الجنيه كان ب5 جنيه ذهب في هذا التوقيت. شكل العملة وميزان العملة كان في هذا التوقيت ايه؟ بص يا فندم، هو لما انشئ البنك الاهلي المصري، بنك راس ماله انجليزي في بدايته، كان بيتعامل بالعملة الذهبية الجنيه الذهب. تمام كده. الديكريتو او المنشور او المرسوم اللي انشئ به البنك الاهلي، قالوا فيه ان ممكن البنك ده يطبع عملة ورقية، بس لازم العملة الورقية دي يكون لها غطاء من الذهب في البنك الاهلي الانجليزي اللي هو في لندن. أيوة. يعني لازم عشان يكون معايا جنيه ورق يكون عندي غطاء ذهب، معايا في جنيه ذهب محطوط في خزانة البنك الانجليزي الاهلي الانجليزي في لندن. هذا المرسوم وقت اصداره كان 1899. كان سعر العمله كام؟
المصريه يعني يعني الغطاء الجنيه الذهبي. المصري كان معادل للجنيه الانجليزي. للجنيه هو الإنجليزي. جنيه جنيه زي استرليني. الجنيه زي للاسترليني. بعد كده الاسترليني بكام دلوقتي؟ اللي تقريبا ب50. ان شاء الله هنرجع باذن الله. ان شاء الله. اتفضل. في مع الحرب العالميه اصبح من الصعب ان انا اغطي العمله الورقيه بعملات ذهبيه. انا هجيب ذهب منين؟ الاعداد بتزيد والعمله الورقيه بتزيد، هجيب ذهب منين يغطي ده كله؟ فمنح الجنيه قيمه، الجنيه الورق ده ما ملوش قيمه غير بالقيمه اللي هي مديها له قوه الدوله او قوه الحكومه. تمام. فمنح قوه انه مش لازم يكون ليه غطاء من الذهب. احنا اتحولنا من المحبوب للجنيه امتى تقريبا؟ يعني هل هذا التحول برضو كان ليه علاقه في هذا التوقيت؟ هو في تطورات في العمله. دي كانت العمله اللي كانت موجوده تطورات في العمله بتحصل، يعني مش بتبقى بين يوم وليله ابدا. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في يعني معلش الربع جنيه الورق. ايوه. في ناس لسه بتتعامل بيه لغايه النهارده، وناس تقول لك لا ماخدوش. تمام كده. ما اقدرش يوم من الايام اقول ان في يوم 3 نوفمبر اتقطع العمل بالربع جنيه ده. لا، العملات فضلت موجوده. في يوم من الايام هي اختفت لوحدها، يعني مفيش تاريخ محدد اقدر اقول بيه الا لو في قانون محدد بيقول مثلا صك عمله فضيه زي الجنيه الفضي والحاجات دي، وبيتكلموا النهارده عن عمل 5 جنيه فضيه والكلام ده كله. بس ما كانش فيه مثلا بس القانون بيظهر النهارده مثلا 2021 ممكن لغايه 2030 ناس بتتعامل بالجنيه الورقي. صحيح صحيح. يعني اكثر القرارات اللي حضرتك شفتها، خاصه احنا كان عندنا مجموعه كبيره جدا من البنوك يعني تتعامل في البورصه. عندنا البنك العثماني اكبرهم، بنوك طليانيه، بنوك فرنسويه. تمام. عندنا مجموعه من البنوك الكبيره في هذا التوقيت. حضرتك شايف تاثير الغرفه التجاريه، وجود هذا الهيكل ساهم ازاي في وجود بقى بعد كده البنك الوطني؟ بص يا فندم، الغرفة التجارية أولا نشأت في حضن طلعت حرب، الراجل الاقتصادي الكبير. غرفة سنة 13 كانت بالمناسبة، احنا النهاردة 3 نوفمبر، هي كانت في 9 نوفمبر. غرفة سنة 13 كان محمد طلعت حرب وكيل الغرفة دي، وبالتالي هي نشأت يعني. وطلعت حرب عايز اقول لحضرتك خاضت حرب كبيرة قوي في العشرينات والثلاثينات، انها كل المؤسسات المصرية تحط فلوسها في بنك مصر. الغرفة كانت بتنادي بكده وتسحب فلوسها من البنوك الأجنبية. لكن مع سيطرة كبار بقى الملاك عليها وكبار التجاريين عليها، حصل ان هي قوضت تجربة مصر بنك مصر. يعني المصالح الاقتصادية طغت بقى، قوضت التجربة في سنة 39. اعتقد كمان يعني من اهم القرارات كانت 36، وده كان في انخفاض، دعوة لخفض سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه الذهب، وده كان لصالح القطن. هذه القضية ازاي أديرت في هذا التوقيت؟ لأن التعويم وعدم التعويم أعتقد هو ده يعني المصطلح الاقتصادي المماثل. تمام. هي الفكرة كلها في إيه؟ احنا طبعا عندنا قضية الدين المصري جاية من أول الخديوي إسماعيل والاقتراض من أوروبا والكلام ده كله. مع وجود غطاء من الذهب للجنيه المصري كانت الأمور ماشية، ومصر بتدفع بالورق وفي غطاء ذهبي. تمام كده. بعد كده قضت محكمة مصر المختلطة إن مصر تدفع بالجنيه الاسترليني في الثلاثينات. وقفت الغرف التجارية ضد الموضوع ده، لأن الموضوع ده كان هيصيب الخزانة المصرية في مقتل. أنا عشان أدفع لك بالجنيه الاسترليني أو أعيد قاعدة غطاء الذهب، أنا هجيب ذهب منين يكفي سداد الديون اللي علينا؟ طبعا. فبالفعل تصدت الغرف التجارية للقضية دي اللي حكمت فيها محكمة مصر المختلطة إن مصر تدفع فوائد الديون بالذهب وبالجنيه الاسترليني، واتكلموا عن إن مصر تدفع بالجنيه المصري. وده طبعا اعتقد كان انتصار للوطنيه كان المصريه، انتصار للوطنيه المصريه بالفعل. الغرفه التجاريه في سؤال الختامي حضرتك يعني توصي المجتمع بايه من ظل دراستك للتاريخ؟ حضرتك شايف حتى تؤدي دورها بكفاءه؟ هل هتقترح مؤسسات اخرى تحل محلها؟ نحتفي ازاي ب 100 سنه؟ يعني في دول عمرها ما يتخطاش 200، واحنا عندنا مؤسسه اقتصاديه تمام بتكمل 100 سنه. عدت ال100 وكذا.
أقول إن لازم القوانين تكون مرنة ويحصل تعديل في القوانين، يدي دور أكبر للمؤسسات ديت عشان تشتغل وتمارس دورها. لأن إمتى بدأت الغرف التجارية في أوروبا؟ بدأت لما بدأت القطاعات الرئيسية الثلاث في الاقتصاد، الزراع والصناع والتجار، يتكلموا عن حقوقهم. فبدأوا يعملوا اجتماعات، وبدأت الغرفة التجارية زي ما قلت لحضرتك عشان يصلحوا مواقفهم المالية. النهاردة لو الغرف ديت والنقابات واتحاد الصناعات والبورصة المصرية وما شابهها من القطاعات المالية والمصرفية والائتمانية قامت بدورها، والقانون اداها دور أوسع وأكبر، يعني إن شاء الله هنشوف مصر في مكانة عظيمة، وهي بالفعل في مكانة عظيمة. يعني هنشوفها في مكانة اللي احنا انتعاش نتمناها اقتصادي كلنا. اكبر. انتعاش اقتصادي، وهتلبي طموح المجتمع كله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى يونس، الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية والتاريخية. شكرا لحضرتك، شكرا يا نورتنا. فندم. مشاهدينا الكرام، بعد ما يعني لفينا شوية في تاريخ وسياسة واقتصاد وحلقة دسمة، الملخص ان السر عند المصري. أزمة عالمية، بورصة تقع، بورصة تقوم، السر عند المصري. إذا شغل المكنة وشغل الفاس والمكنة دارت والأرض اتزرعت، هنكفي نفسنا إن شاء الله. الغرفة التجارية أحد الصمام، زيها زي جهاز المشروعات الصغيرة. لدينا مؤسسات كثيرة جدا تقف إلى جوار المواطن. أعتقد فاضل لنا بس نجمد قلبنا ونبدأ عمل. شكرا لحضرتك يا دكتور. بعد الفاصل هنروح نشوف أجدادنا المصريين القدماء اللي كل يوم بيقدموا لنا إعجاز مختلف، وكل يوم بيطرحوا تساؤلات عند العالم كله ازاي أداروا الأزمات على مر التاريخ. بعد الفاصل وزميلي محمد فتحي.